حوالي 3000 جزيرة موجودين على مساحة 1553 كيلومتر مربع، عبارة عن مياه فيروزية وأبراج من الحجر الجيري وفوقهم السماء الصافية الجميلة. باختصار شديد، لوحة فنية طبيعية جميلة جدا من صنع الخالق العظيم. الجمال الطبيعي ده مش هتلاقيه غير في خليج هالونج الموجود في شمال فيتنام، ومعناه التنين الهابط، واللي يعتبر واحد من مواقع التراث العالمية لليونسكو من سنة 1994. السكان المحليين في المنطقة عندهم أسطورتين بيتقالوا عن تكوين الخليج، وهما إن كان في تنين داس على الأرض دي بقوة كبيرة جدا لدرجة إن الجبال اتهدت، وفي أودية اتشكلت واتملت بسرعة بالمية، وما تبقاش فوق سطح المية غير قمم الجبال واللي هي الجزر الصخرية في خليج هالونج دلوقتي. أما الأسطورة التانية بتقول بقى إن كان في تنين عنده ديل كبير كان بيشق به الأرض وبيعمل فيها أودية وشقوق، وإن الأودية والشقوق دي اتملت لما التنين نط في المية القريبة منها. يعني من الآخر التنين عمل طرطشة كبيرة، والطرطشة دي هي اللي كونت الخليج بشكله الحالي. اكتشف العلماء وجود قطع أثرية هوابنية من الأحجار، والاسم ده نسبة لحضارة كانت موجودة من حوالي 10,000 سنة. وكمان ده اللفظ اللي استخدمه العلماء الفرنسيين للآثار والمصنوعات الحجرية من عصر الهولوسين. وكمان لقوا آثار لحضارة سكان منطقة هالونج. ولحد أواخر القرن ال19 كان القراصنة الصينيين والفيتناميين بيسيطروا على الخليج، لحد ما في القرن العشرين بدأ السكان يستخدموا الخليج في الشحن وصيد السمك، ومستمرين في كده لحد دلوقتي.